هاي بكلمك انتي اللي بتسأل نفسك أنا مجهودي كفاية؟ دي البشر والآلات الموسم التاني، وأنا سيرة، والنهاردة هنواجه صوت مش سهل، الناقد الداخلي. بس هو مش لوحده، جايب معاه الخوارزمية، علشان المقارنة النهاردة مش جاية من دماغنا بس، دي جاية من سكرول مدروس ومفلتر ومصمم يهزنا من جوه. هاي، أنا الخوارزمية. ما كانش قصدي أضايقك، أنا بس لاحظت إنك وقفتي شوية أكتر عند صورة مش بتاعتك. فين بيتقابل الناقد الداخلي مع السوشيال؟ الناقد الداخلي بيقولك انت متأخر، هم سبقوك، انت مش قد كده. والخوارزمية بتسمع الصوت ده أعلى، مش علشان شريرة، بس علشان بتركز على انتبهت لإيه، مش على انت مين. ليه ده بيوجعنا أكتر مما بنتخيل؟ لأن الدماغ لما يشوف حياة مصممة ومتفلترة كل يوم بيبطل يسأل أنا عايزة إيه، وبيبدأ يسأل هم مستنيين مني إيه. ودي مش نضج، دي بيرفورمانس، وقيمتك أكبر من لايكات وتفاعل لحظي. طب إزاي الذكاء الاصطناعي ممكن يساعدنا؟ بالعكس، الغريب ال AI ممكن يساعدنا نفكك الخوارزمية ونفهم نفسنا أحسن. ممكن تسأليه علشان يراجع معاكي أولوياتك الحقيقية، يسألك أسئلة أعمق عن ليه بتقلدي ترند معين، يساعدك تعيدي صياغة الأفكار السلبية وقت ما تيجي، يكتب لك صوت داخلي أهدى وأحن بدل جلد الذات. برومبتات تواجه بيها الناقد الداخلي. اسألني 3 أسئلة تفكرني أنا مين، مش السوشيال شايفاني إزاي. ساعدني أغير نظرتي لفكرة إني متأخرة وخليها أكتر رحمة. اكتب لي 5 حاجات عملتها الأسبوع ده كان ليها معنى، حتى لو ما شاركتهاش. اكتب لي نغمة صوت داخلي حنونة تحل مكان النقد وقت ما تدوخ. أنا مش عارف قصتك، بس أقدر أساعدك تكتبيها بدل ما تكملي تتفرجي على قصص ناس تانية. المقارنة طبيعية، بس تخليها تحدد قيمتك ده اختيار. انت مش براند ولا الهايلايت ريل، انت إنسانة حقيقية بتتغير، وقيمتك جاية من جواكي. البرومبت السحري للحلقة ساعدني أكتب جمل تثبيت لنفسي مبنية على أنا مين، مش على اللي بشوفه على الإنترنت. خدي نفس، لو عايزة تقفلي قفلي، ولو هتكملي كملي بلطف. ولما الناقد الداخلي يطلع تاني قولي له بلطف القصة دي مش بتاعتك، دي قصتي أنا. ده البشر والآلات، أنا سيرة، والخوارزمية يمكن تكون صوت عالي، بس صوتك هو اللي مفروض يتسمع الأول.